العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على أول هذه السورة، ووصلنا إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وتكلمنا بعض الكلام على العبادة وبعض أسرارها وآثارها. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا تعليم للعبد بأن يقف بين يدي رب العزة موقف المعترف أولا بأن الله تعالى هو الإله المعبود حقا وحده جل وعلا. إياك نعبد أي نعبدك لأنك حقا تعبد، وينبغي ويجب على العباد أن يعبدوه لأن العباد حق ذاتي لرب العالمين. إياك نعبد أي وحدك ولا نعبد معك غيرك. وإياك نستعين أي ونسألك يا ربنا العون، نسألك العون في جميع مهامنا وأمورنا الدينية والدنيوية، لأنه لا يملك عوننا غيرك، فلا معين لنا غيرك. ولهذا قال: وإياك نستعين، ما قال نستعينك. قدم كما يقال المفعول به، أي لا نستعين إلا بك، لأنه لا معين لنا غيرك. ولم يعلمنا بأن نقول: وإياك أستعين، أي أنت يا إنسان تقرأ وقد تكون وحدك، ولكن أمرنا أن نقول: وإياك نستعين، أي أنت يا إنسان وجميع العباد والعالم كلنا نقف موقف الاعتراف بأننا كلنا جميعا محتاجون إلى عون الله، وليس أحد غنيا عن الله، والكل مفتقر إلى الله جل وعلا، ولا غني عن سواه إلا الله، وكل ما عدا مفتقر إليه، فهو الصمد وحده جل وعلا. الله الصمد ولا صمد غيره. ومعنى الصمد أي المصمود إليه في المهام والحاجات كلها، والعالم كله صامد أي قاصر لربه في أن يعينه ويقضي حاجاته ويعطيهم سؤلهم وما هنالك. إذن هذا الموقف وإياك نستعين موقف اعتراف العبد بفقره إلى ربه، وأن الله تعالى هو وحده الغني عن كل ما سواه، وأن ما سوى الله مفتقر إلى الله في جميع أموره جل وعلا سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد. وإياك نستعين أي نسألك العون. وقد جاء في الحديث كما تقدم معنا قال: إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين
يقول الله عز وجل: هذا لي، هذا بيني وبين عبدي، أي العبادة لله والإعانة والعون من الله لعبده. قال: ولعبدي ما سأل، أي سألني أن أعينه فأنا أعينه. إذا تلاحظ حين تقرأ الفاتحة ولا سيما وأنت في الصلاة، تلاحظ أنك تستعين، أي تطلب العون من الله، وأن الله تعالى أمامك يقول لك: يا عبدي لك ما سألتني، أي استعنت وطلبت العون مني فأنا سوف أعينك لا محالة. وإياك نستعين، أي نطلب منك العون. علامة ماذا تلاحظ حين تقول وإياك نستعين؟ علامة تستعين بالله على أي شيء؟ نعم، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير بيان عن القرآن بيان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى له: لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا وإياك نستعين نسألك العون على ما؟ نعم، على أمور الدين وأمور الدنيا والآخرة. أما أولا على أمور الدين وهي أهم الشيء، ودليل ذلك جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن وفي مسند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. جاء في رواية المسند: فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: فلا تنس يا معاذ أن تقول دبر كل صلاة، أي وراء كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في رواية: فأوصيك يا معاذ، هذه رواية مسلم، أوصيك يا معاذ أن تقول دبر كل صلاة، أي لا تترك هذه الوصية، يعني لازمها. أنعم عليك نعمة البصر والسمع، فلا تشغل هذه النعم فيما يغضب الله، استعملها فيما يرضيه. نعمة أنعم بها عليك هكذا تصرفها فيما لا يرضيه. أنعم عليك بالمال، تروح تضعه في غير موضع في المحرمات، ضعه فيما أمرك به، فاستعن بنعمه على التقرب إليه، وهذا شكر العمل. وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا هو الغاية والنهاية، هذا باب الترقي، وهو حسن العبادة. ومعنى الحسن العبادة، هناك عبادة وهناك حسن عبادة، والعبادة إذا لم يصحبها الحسن تقبل ويسقط الفرض، لكن ليس لها ذاك الثواب المضاعف. قال: ما معنى حسن العبادة؟ قل له: لا تستعجل. جاء في الحديث بين لنا صلى الله عليه وسلم كل أمور الدين، بينها عليه الصلاة والسلام. يا إنسان، لا تروح يلعب فيك الشيطان وتقول هي إيش معناها، وليش ما أجي الحديث بين، وليش ما فسر، لا، كله بيان. فمعنى حسن العبادة جاء في الحديث، في حديث جبريل عليه السلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما سأله عن الإسلام ثم عن الإيمان، ثم قال: فأخبرني أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا حسن العبادة، تعبد الله وأنت في مقام المراقبة، وإن استطعت أن تكون أعلى من ذلك في مقام المشاهدة، إما مشاهد أو مراقب. على الكل أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تعبد
ومعاذ علمها للتابعين وصاروا يعملون بها. أمرهم أن يدعوا بهذا الدعاء وراء كل صلاة اهتماما بأمر هذا الدعاء، ولأن الدعاء وراء الصلاة مجاب. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أقرب إجابة وأسمع قبولا عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة، أي أن تدعو الله في نصف الليل، في سحر الليل، في آخر الليل، في ظلمة الليل، تدعو الله وقلبك خالي مع الله. هذا دعاء مجاب يا إنسان. قال ودبر أي وراء الصلوات، فالدعاء وراء الصلوات المكتوبة أي المفروضة مجاب، وأهم شيء أن تدعو به اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن هذه مجامع الدين، وإذا أعانك الله عليها فأنت معنى ذلك اقتحمت المقامات، صرت من الأبرار، من المقربين، من المحسنين الذين عبدوا الله على مشاهدة أو مراقبة. إذن وإياك نستعين، ماذا تلاحظ؟ أي يعينك، تطلب منه العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا كما جاء في الحديث، قال لابن عمر رضي الله عنهما يا ابن عمر أوصيك اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان ابن عمر يحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعبد الله على مشاهدة، فكان في صلواته وطوافه وجميع عباداته على مشاهدة. كان يوما يطوف حول الكعبة، يطوف طواف عباده، فكلمه رجل في مسألة وسلم عليه وكلمه، لم يرد عليه السلام. فراح الرجل شكاه إلى أبيه عمر رضي الله عنهما، فدعاه أبوه بعدما فرغ، قال يا بني فلان يسلم عليك ولم ترد عليه السلام. قال يا أبتي إنا كنا نطوف حول الكعبة، إنا كنا نتراءى الله تعالى، أي كنا نرى الله، نحن نطوف نرى الله جل وعلا. هذا أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو إحسان العبادة، وهذا وحسن عبادتك. نسأل الله التوفيق لهذا، اللهم اجعلنا من المحسنين في عباداتنا. وإياك نستعين على أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا وجميع مهامنا، فتلاحظ العون العام. وهذا كما نبه إليه صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، أي في المؤمن القوي الضعيف خير، ما دام مؤمن فيه خير. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن يكون أحدنا حريصا على ما ينفعه. احرص على ما ينفعك أي في دينك ودنياك، ولا تعجز، لا تتقاعس عن العمل، لا تعجز عن العمل، لا تكون عطال بطال. الدين ما يدعو للخمول، الدين يدعوك للعمل، يدعوك للجد، يدعوك لإتقان العمل وإحسان العمل. ولذلك قال ولا تعجز، وكن حريص على ما ينفعك في الدين والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة. واستعن بالله، أي استعين بالله في جميع أمورك، لأنه إذا صاحبك عون الله نجحت، وإلا لا. واستعن بالله ولا تعجز،
ولا تقل لو أني فعلت كذا وإن أصابك شيء، أي أنت عملت وهكذا وأتقنت وإذا بك ما نجحت في عملك، تجرى خسرت معك، شغلة ما نجحت معك، إيه؟ قال لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، تروح تقولي أنا أشري بهالشغلة ويا ليت ما اشترينا وليش نخسر هالخسارة وإيش لنا بهالعملة. قال لا 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 تقولي. قال ولا تقل وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا تقول لو كنا ما اشتريناها، لو كنا ما إيه ما عملنا هالشغلة الفلانية، كنا ما خسرنا، كنا لا لا لو هلا اشرح باب اللو، هذا باب اللو باب شيطاني يا إنسان. أنت عليك تبذل جهدك في إتقان العمل وتستعين بالله حقا، والنتائج على الله، والنتائج ما دام على الله كلها مؤداها إلى خير. فقد يكون خسرت معك هي لكن أمامك أرباح كثيرة في غيرها وغيرها وغيرها يا إنسان. إذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي استعن بالله على جميع أمورك. وهذا هو كما نبهنا إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وغير الترمذي أي أحمد إمام أحمد وغيره، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات، أي كلمات جامعة لكل خير مانعة من كل شر، وهو صاحب جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. إني أعلمك كلمات أي فانتبه إليها وأوعي سمعك وقلبك إليها. قال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن هذه وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت موجهة ظاهرا لابن عباس ولكنها عامة لكل إنسان، ولذلك ابن عباس نشرها وحدث بها وأخذها التابعون وتحدثوا بها وحدثوا بعد وصلت إلينا يا إنسان. فكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختص بإنسان عام. قال احفظ الله يحفظك، معنى حفظ الله حفظك لله. نعم احفظ الله، احفظ الله في قلبك، لا تنسى الله، لا تنسى الله. الحفظ ضد النسيان قبل الكل. احفظ الله أي لا تنسى الله، في قلبك دائما يكون متذكر لله. يقال هذا شيء صعب، قل له لا ما هو صعب. ما بتعرف أهل الدنيا المولعين في الدنيا اللي عنده 20-30 قاصة أو مليون، قال إيه بعرف، قل له هذا اسأله حقيقة اسأله إلا من نظر من أهل التقوى والصلاح. سأله قل له بالله عليك هل تفارقك 20 مليون تفارق قلبك لحظة، ولا دائما بيك جنب قلبك يا إنسان؟ إن نام هي على ذهنه، إن فاء أول ما بيجي لقلبه الليرات والمصرات، إن راح الإجا دائما على قلبه. قل له إذن هذه المحبة الصادقة، هذا دليل حب الصادق. مع أنه يا إنسان هذا سوف تتركه وتمشي وما تأخذ منه ولا فلس ولا فرد الصرماء يا إنسان،
لو ردت تاخذ فرص الصرماي ما هو ممكن تاخذها ولا فرصة بالكنسة. إذا يا إنسان تعلق بمحبوب أبدي باقي وهو معك لا يفارقك. قال من؟ كل هذا هو الله جل وعلا. إذا احفظ الله، لا تنسه من قلبك. احفظ الله في جوارحك وعملك، فكن على حدود الله، لا تجاوز حدود الله، والحافظون لحدود الله. احفظ الله في أوامره، وهو حافظ على الصلوات، وهذا أهم المأمورات أن تؤديها وفي أوقاتها، هذا من جملة حفظك لله. فاحفظ الله أي احفظ الأعمال في جسمك والأقوال وفي قلبك، احفظ الله يحفظك جل وعلا. ولهذا يوم القيامة يقال للذين حفظوا الله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها أي كل شيء يشاءون، بمجرد ما يشاءون ويريدون يحضر أمامهم. قال ولدينا، ولدينا أي عنده ما هو أعلى مما يشتهون، وأعلى من السرور والقصور والحور والطعام والشراب والأشجار والأنهار، هذا زيادة فضل منه. ولدينا مزيد أي نعطيهم زيادة فوق كل هذا. ما هي هذه الزيادة؟ نعم، هذه الزيادة هي قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ماذا فسرها صلى الله عليه وسلم صاحب البيان عن القرآن؟ قال كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: يا أهل الجنة، يقولون لبيك وسعديك. يقول الله تعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، أي أعطيتنا حتى أرضيتنا وأنعمت وتفضلت وأكرمت وجدت علينا. قال أريد كما في رواية غير مسلم: إن لكم عندي موعدا سأنجزه لكم، أي أنا وعدتكم وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهذا وعدي محتوم. قال فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب أي فينظرون إلى رب العزة جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى، هذا أنعم وأحب وأكرم عندهم من الطعام والشراب والحور والأصول وما هنالك، هذا فوق هذا كله. لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد، اللهم اجعلنا منهم. إذن احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، في رواية أمامك. احفظ الله تجد الله أمامك. كيف تجد الله؟ نعم، تجد الله أمامك بتوفيقه وأنواره وإرشاده وإلهامه لك الخير. الله تعالى كما أن له معية للمؤمنين خاصة والأتقياء، إن الله مع الذين اتقوا، وله سبحانه وتعالى له أيضا إرشاد وتوجيه للحافظين أي الذين حفظوه. فإذا حفظته تجد الله أمامك، ترى أمامك نور الله، وبنور الله ترى الله. قال يعني بعيني، قل له يعني ببصيرتك وقلبك. وقد يتغلب البصيرة على البصر، قال تتغلب البصيرة على البصر، فالبصر يقف عن المحسوسات. قال خير أنا ما بفهم هيك شيء،
قل له لا لا لازم تفهم، ما هي شغلة عويصة، يعني شو يعني ما هي شغلة من أعماق لأعماق. شو عم نحكي نحن؟ عم نحكي بالعربي الفصيح كما يوقف. قال كيف يعني البصيرة بتغلب على البصر والبصر بتوقف عن المحسوسات؟ يقول له معلوم يا إنسان، أنت تكون جالسا في مكان، وقد تكون أو تفكر في مسألة، إما بحث علمي أو نظرية أو شيء رايح بالتفكر فيها ومشغول البال. الناس تمر أمامك وربما يسلموا عليك وأنت مالك شايف حدا ولا لك سمعان، مالك سمعان. بعده بيجي يقول لك فلان إيه خيو أنت مسلم عليك ما بترد علينا، إيش بتقول له؟ قال بقول له ما شفتك ولا سمعت خيو، والحال مر وسلم، لكن أنت قلبك مشغول وبصيتك رايح على غير جهة، وهو مفكر في مسألة وآخذ منك مأخذ كبير، وفكرك وقلبك وعقلك رايح مع المسألة، فقد تغلب المسألة في التفكر على ما هنالك، فيبقى هذا البصر مفتوحا لكن لا عمل له في العالم الحسي، وتغلب القلب والبصير على البصر. أليس هذا واقعا يا إنسان؟ إذن هناك أيضا من هو يشاهد الله بالبصيرة وبالقلب، وهكذا وإذا بيتغلب حكم البصيرة على البصر. وعلى هذا فاحفظ الله تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت أي على أي أمر استعن بالله، على أمر دينك ودون استعن بالله، استعن بالله واطلب العون منه، لأنه لا معين لك ولغيرك إلا هو. قال يعني إذا استعنت بالمخلوق ما بيجوز، لا يجوز، يعني قل له لا موهد معناها الاستعان المخلوق ما بيجوز. قال إيه ظاهر الحديث استعين بالله بس، يعني وإياك نستعين. قال هو بفهم ما حدا يستعين بغير الله. قل له نعم ما بنستعين إلا بالله، لكن مو معناها إذا قلت له يا فلان عاوني أو أعني على كذا معناها كفرت. لا ما كفرت يا إنسان، ما له علاقة. قال كان شلون إيش الفرق؟ يقول له يا إنسان، من قال إذا استعنت فاستعن بالله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه صلى الله عليه وسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فبين أنه في من العبد عون أخيه أيضا. قال شلون نفهم الحديثين؟ قل له إذن هاي رجعنا للبحث فقط، يعني بقى أنت مسكين تستشكل وتدعي الفهم ويطلع معك شيء تخريج وبالظن أنه كل حديث رايح في جهة، والحال الذي قال الحديثين واحد، وكلامه صلى الله عليه وسلم ما في تناقض ولا تضارب. يا إنسان، العون الحقيقي من رب العالمين، لا يملك إعانة العبد إلا الرب، والعالم كله محتاج إلى عون الله. والله تعالى لما يريد أن يعينك يدلك على أسباب العون، فقد نصب لعونه أسبابا ووسائط، فبحيلك إلى الأسباب، ولكنه هو من وراء الأسباب، ولكنه هو المسبب للأسباب. كيف؟ أنت لك حمل ثقيل وقع في الأرض، وقع الحمل عن الدابة في الأرض، إيش تقول؟ يا رب عاوني أعني، اللهم بك أستعين. وإذا رب العزة سخر لك واحد معدي قوي جسمه أقوى منك، قال لك خيو إيش بقى إيه يلا بسم الله، وإذا به شال عنك ورفع الحمل. هذا من اللي أعانك على الحقيقة؟ هو الله، ولكن بسبب هذا الرجل وعون هذا الرجل ما هو من نفسه، هو مثلك مخلوق، لكن الله عطى عون فأعانك، فالمعين الحقيقي هو الله جل وعلا، ولكن هذا سبب وواسطة. وعلى هذا يقول عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه لك أجر الصدقة. أي إذا عاونت على أي مسألة لك أجر الصدقة عند الله. فالعبد
قد يعين العبد لكن المعين الحقيقي هو الله. ولولا أن الله يعطي العون لمن يعينك من المخلوق ما أعانك هو وأنت سوا، هو وأنت سوا في هذه المسألة. فالله هو المعين على الحقيقة. وأما هناك أسباب ووسائط، أسباب ووسائط هو سببها، لكن الأسباب أسباب وليست الأسباب أرباب يا إنسان. المسبب هو الله، والأسباب أسباب حجاب خدم بين يدي رب الأرباب يتصرف بها كيف شاء جل وعلا. وهذا كما في الحديث رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر أي مديون معسر أو واقع في شدة وعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعل جمعنا هذا من هؤلاء. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفست يعني وسعت وفرجت عنه من كرب اعتراه. قال: الله يفرج وينفس عن كربة من كرب يوم القيامة. وكربات الآخرة أدهى وأصعب من كربات الدنيا يا إنسان. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لا يشدد على المديونين، لا يشدد على المعسورين يا إنسان. يسر، الله بيسر عليك. يسر الله عليك في الدنيا وفي الآخرة. قال كمان في الآخرة في يسر وعسر، قل له معلوم. ولذلك إذا أردت اليسر في الدنيا والآخرة عليك بالتيسير على المعسورين. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لا تفضح ولا تكشف عورات المسلمين ولا تتبع عورات الناس ولا هكذا تتبع العورات والزلات والخطأات والغلطات والهفوات وتروح بقى تشرشح ونسأل الله العافية. لا يا هذا إياك، الله رقيب عليك. إن رأيت ما رأيت فاستر، إن سمعت ما سمعت فاستر. وإذا كان موقفك غير ذلك فاعلم أن الله سيفضحك يوما من الأيام ويخزيك. خطب عليه الصلاة والسلام يوما كما في سنن الترمذي وغيره، بلغه أن جماعة من المنافقين دائما يتتبعون بعض الزلات والهفوات ويشيعون. فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، أي ما دخل الإيمان في القلب، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، أي لا تتبعوا زلات عورات مساويهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. يا إنسان، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دمت في عون أخيك فالله في عونك. يعني إن أردت أن يعينك الله فأعن عباد الله، عاونهم حسب ما تستطيع من العون، إما بالمال عندك مال، أو بالحال، أو بهكذا بحمل، أو بشغل إلى آخره. ولا تأنف من ذلك، ما عندك من الاستطاعات عاون بها عباد الله.
ولقد كان عليه الصلاة والسلام سيد العالمين وحبيب رب العالمين وأكرم خلق الله، له المقام الأعلى فوق كل صاحب مقام، ومع ذلك كان يعاون الضعفاء والمساكين. قال بإيه؟ قل له بمعاونات مختلفة، بالمال وبالحال وبالعمل. قالت بنت خباب من الأرت الصحابي المعروف الله يرضى عنه، خباب بن الأرت له بنت، قالت لما ذهب أبي في بعض السريات، أي راح في الغزو، راح في السرية يعني جماعة راحوا يجاهدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله لم يكن معهم، اسمه سرية، إذا كان معهم اسمه غزوة. فأرسل عليه الصلاة والسلام سرية، وذهب مع السرية خباب بن الأرت. قالت بنته فلما ذهب أبي في السرية، أي راح مع المجاهدين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيتنا يتعاهدنا ويتعاهد مصالحنا ويعاوننا في أمور البيت، حتى إنه كان يحلب لنا شاة عندنا. يحلب لهم؟ قال فكان إذا حلب لنا ملأ الإناء وطفح وأفاض، بركات محمده صلى الله عليه وسلم. قالت فلما عاد أبي من السرية صار أبي يحلبها، ما كان يمتلئ الإناء، فعاد إلى حاله الأول، يعني حليب معين غير مخصوص. أما لما كان الرسول يأتي إليهم ويحلب قال الإناء يطفح وهكذا ويزيد وينمو. فهو صلى الله عليه وسلم بنفسه وذاته الكريمة يعاون الضعفاء ويحلب لهم الشاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان وظف نفسه بخدمة أهل حي، أي أهل الحارة عنده، يحلب لهم الغنم وهكذا، حتى ما يريد النساء يتعبهم في هذه المسائل. فلما استخلف صار خليفة، قال بعض الجواري الآن صار خليفة ما عاد ينزل يحلب. قال فجاء أبو بكر وقال والله لا أغير عادة مشيت عليها أنا، فهو خليفة صار يحلب لهم لأهل الحارة ويحلب لهم غنمات إلى آخره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة كان يخرج إلى العجزة والمساكين فيتعاهدهم ليلا. قال طلحة خرج عمر ليلا إلى مكان بعيد، قال فلحقته فدخل مكانا خربا، فلما خرج دخلت فرأيت في المكان امرأة عجوزا عمياء، قلت لها هذا الرجل الذي يأتي إليك كل ليلة ماذا يصنع عندك؟ قالت يأتي فيخدمني ويزيل عني الأذى ويطعمني. هذا عمر وهو خليفة ورضي الله عنهم أجمعين. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مشيت في طريق لأجل تسمع علم، تفهم معنى آية، تسمع حديث، مجالس العلم، قال هذا طريقك موصول بطريق الجنة، هذا موصول بطريق الجنة. هذا كما جاء في رواية البيهقي يقول عليه الصلاة والسلام من غدا أي خرج من بيته يريد العلم يتعلمه فتح الله له بابا إلى الجنة. هذا نيته، خرج من بيته حتى يزداد علم في أمور دينه، فيما يقربه إلى الله، فيما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة، وهذا علم الشريعة والدين. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير الدنيا والآخرة يا إنسان. قال فتح الله له بابا إلى الجنة وفرشت له الملائكة أكنافها، تبسط له أجنحته حتى تتبرك فيه. قال وصلت عليه ملائكة السماء وصلت عليه حيتان البحار
أي لأنه خرج من بيته يقصد مجلسا فيه علم، قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علم نافع، فيه علم دين شريعة، فيه ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. إذن ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث الآخر رواه البزار: إن لله ملائكة سيارة يأتون حلق الذكر، قال فيحفون يحيطون بهم يعني، ويرفعون أيديهم إلى السماء. هذا غير حديث الصحيحين الطويل المعروف. فيقولون يا ربنا أتينا على عباد من عبادك يذكرون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألونك لدنياهم وآخرتهم، أي يسألونك أمور تنفعهم في الدنيا والآخرة. قال فيقول الله تعالى غشوهم رحمتي، أي غطوهم بالرحمة. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فهذه مجالس ذكر الله، مجالس العلم، مجالس الوعظ، مجالس قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير كبير. وعلى هذا فهكذا والله في عون العبد. إذن وإياك نستعين، أي نستعين بك لأن الله هو المعين وحده، ولكن ليس معنى ذلك ألا تتعاطى أسباب العون، فالله يعين. أنت ضعيف، قل اللهم أعني على ضعف على هذا الحمل، وإذا الله يسخر لك من يعينك. أما تقول اللهم أعني وتنتظر الله بذاته أنت يعينك يعني جل وعلا سبحانه وتعالى، لا يجد به الموضوع. فإذا المعين الحقيقي هو الله. ففرق بين إعانة الخالق، هذه الإعانة الحقيقية الذاتية المطلقة، وبين إعانة المخلوق إعانة سببية. ولولا أن الله يوفقه لعونك ويعطيه العون أن يعينك ما أعانك، وهو مثلك عاجز مسكين. وهذا أيضا إذا سألت فاسأل الله. قال يعني ما يصح نسأل غير الله، يعني مثلا بده يسأل مع مسألة علمية، بده يسأل حاجة للناس، بده يسأل مثلا فلان أرضى بيجوز ولا ما بيجوز؟ إذا نقول له لا ما بيجوز، إذا سأل فاسأل الله، اللي يجد بموهد معناه نعم. أنت إذا سأل فاسأل الله، أول ما تعتريك الحاجة سأل الله، والله أمرك أن تسأله. لا بد حين تعتريك الحاجات لأي أمر كان في أمور الدين والدنيا أن تتوجه أولا إلى الله. يقول سبحانه واسألوا الله من فضله. الله أمرك وفرض عليك فرض، قال لا ما هو فرض، قل له لا الحديث بين إنه فرض. قال عليه الصلاة والسلام سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. قالوا إذا ما سأل قل له إجا حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. إيش معناها؟ معناها الأمر واجب، معناها في كل أمورك سأل الله. فاعتراك حاجة قل اللهم يسرها لي، اللهم نجحها لي، تتوجه بالسؤال إلى الله. وقال عليه الصلاة والسلام ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. ليسأل هذا أمر، هذا حديث رواه الترمذي. ليسأل أي يجب على العبد أن يسأل ربه كل حاجاته حتى إذا انقطع شسع النعل أي زمام النعل
اللي هو بتدخل فيه الإبهام الرجل، الزمام هذا إذا انقطع قال أصبحت في حاجة، قل له ربي أسألك ششع نعلي. قال إيه شلون يسأله؟ ما بدأ يعني هيش. قل له لا، لأنك فقير إلى الله في كل أمورك، فأنت سألته حاجتك ثم سلكت طريق قضاء هذه الحاجة، فرحت بقى. يعني مثلا للرجل اللي يصلح النعل أو احتاجتك حاجة الفلانية، رحت سلكت طريقة، فالله تعالى هو بيسخر لك وسهل لك وبقضي حاجتك. فالله هو المسؤول أولا، ولكن جعل لقضاء حاجتك أسبابا ووسائط لا تنكر يا إنسان. ولهذا قال الله تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأما السائل فلا تنهر. هذا خطاب موجه أولا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون أن نتبعه. أي أنت يا إنسان أيضا إذا سألك سائل لا تنهر. قال أين السائل يعني؟ بعض الناس يقول السائل يعني الفقير، قل له لا، وأما السائل مطلقا أي سائلك حاجة، سائلك حاجته لا تنهر به، فقد يكون حاجته المال وهكذا فلا تنهر به، معك تعطيه، ما معك بالقول الميسور، قل له قولا ميسورا. قد يكون هو سائلك حاجة علمية عن سؤال علمي أمر ديني، قال لا تنهر، وإنما تلطف به، تعرف يجاب، ما تعرف قل له براجع لك وهكذا. سألك مثلا أرضى، إيه لا تنهر، في معك ميسور تعطيه، ما معك قل له قولا ميسورا. وأما السائل فلا تنهر. إيه قال مو الحريج يسأل فاسأل الله، قل له الله تعالى قال وأما السائل فلا تنهر، معناها بيجوز واحد يسأل المخلوقات. قال ما بغينا نفهم، قل له لا فهم، أول الكل حاجاتك تطلبها من الله، لأنه قاضي الحاجات جل وعلا، بيده الأمر كله. ثم تتوجه للأسباب اللي نصبها الله تعالى لقضاء حاجتك، فسألت الله تعالى أن يفهمك المسألة الفلانية، أنت محتاج تفهم الحكم الفلاني، الآية الفلانية، فقلت إيش بتقول؟ اللهم علمني وفهمني هالآية، اللهم علمني الحكم الشرعي، أنا ما بعرف. فسألت حاجتك، سألت ربك، فلما سألته خرجت ورحت تبحث عن عالم، وإذا الله ييسر لك عالما أو من هو حاجتك عنده، وإذا بتسأله فيجيبك، فهذا كله إنما هي حاجتك إلى الله، وذاك الذي سألته هو سبب في قضاء حاجتك، هو سبب، الأسباب لا تنكر يا إنسان. أنت بتقول اللهم غزني وقو جسمي، لأن القوة لله جميعا، والممد هو الله، ولكن ليس معنى ذلك أنك ما تأكل ولا تشرب، وإذا بك الله يسر لك أسباب الغذاء وأسباب القوة، ماء غذاء ولحم ما شاكل، فغذاك به، غذاك بالأسباب ونماك بالأسباب وأحياك بالأسباب وشفاك بالأسباب، وهكذا وهكذا. إذا لا تنكر الأسباب، إلا أن الأسباب أسباب ليست أرباب. الرب هو واحد، وهو المسبب، وهو المؤثر الفعال، وليس للسبب قوة التأثير، إنما المؤثر بالأسباب هو الله وحده. فنصب لك الوسائط الأسباب. قال وأما السائل فلا تنهر، سائل العلم، سائل المال، سائل الحاجة، سائل القضية، إله عندك مسألة إلى آخره، قال لا تنهر به، بل أجبه وحقق له مسؤوله حسب ما تستطيع. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام كان يقف موقف المسؤول، فكان يعرض على الصحابة أن يسألوه. سأل الصحابة يوما، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على عادتهم، أذن سألوه، قال كما في الصحيحين عن أنس، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حتى أحفوه في المسألة، أي أكثروا عليه الأسئلة، فصعد المنبر فقال لهم
سلوني ما شئتم صلى الله عليه وسلم، فما تسألونني عن شيء إلا أجبتكم به ما دمت في مقامي هذا. فتح لهم باب السؤال عما شاءوا مما يتعلق بالسماوات والأرض والعرش والفرش وما مضى وما هو آت. هذا مسألة كبيرة يا إنسان. الله تعالى أذن له بذلك وفتح له الأمور والأبواب، وقال للصحابة سلوني ما شئتم، ما تسألونني عن شيء إلا بينته لكم، لكن ما دمت في مقامي هذا، حتى ما يصير بعد ذلك هناك فوضى في الأمور. فقام رجل قال يا رسول الله، ما كان متمكن، داخل على حدث بعد شيء فيه النفاق. قال أين مدخلي أين نتيجتي؟ قال النار، نسأل الله العافية. قام رجل كان يتهم بأنه منسوب لغير أبي، قال من أبوه؟ قال أبو حذافة، أي حذافة المعروف، أنت ابنه حقا. قام وقام. فهنا الصحابة لما رأوا هذا أمر كبير هذا، قال فأخذتهم الهيبة وخافوا، فجعل كل واحد منهم يلف رأسه بثوبه ويبكي. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال عليه الصلاة والسلام مسلت لي الجنة والنار، رأيتهما دون الحائط، وانكشفت له المغيبات كلها، وأطلعه الله على جميع ما هنالك يا إنسان. وهكذا فتح باب السؤال صلى الله عليه وسلم، سؤال عام سؤالات خاصة، وهو وأما السائل فلا تنهر. ومن هنا قال لربيعة من كعب الأسلمي، قال يا ربيعة سلني أعطيك، سلني أعطيك. نعم، إذا سأل فاسأل الله حق، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أي الذي بيده الأمر كله هو الله، والذي يقضي الحاجات كلها هو الله، ولكنه جعل وسائط أسباب لا تنكر. فالذي قال إذا سأل فاسأل الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه قال له لربيعة سلني أعطيك، قال له سلني، أي لأنه واسطة الله العظمى صلى الله عليه وسلم، هو الواسطة الكبرى، فهو السبب الأعظم في قضاء الحاجات يقضيها الله على يده صلى الله عليه وسلم. وهذا كما جاء في الحديث أصله في صحيح مسلم، وبقية الروايات في المسند أحمد وغيره. قال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أخدمه فأقدم له الوضوء أي الماء، كان خدمته يقدم الماء للوضوء وما شاكل. قال وكنت أبيت ليلا عند باب رسول الله، عند باب الحجرة الشريفة، وتركت الزواج وأخذت زواجي حتى لا أشغل عن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أسمعه طول الليل وهو يصلي يقول سمع الله لمن حمده، سبحان الله، لا إله إلا الله، أن يسمع تسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل الحجرة الشريفة. فقال لي عليه الصلاة والسلام يوما يا ربيعة سلني أعطيك، أي جاء يوما قرب له الماء وحضر له الوضوء، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكرمه، قال له يا ربيعة سلني أعطيك، أي أنت تخدمني وأنا أريد أن أكرمك، فسلني أعطيك. قال ربيعة قلت أنظرني يا رسول الله ولا تعجل علي، أي اتركني حتى أفكر. قال فذهبت إلى بيتي وتفكرت، أطلب منه الدنيا والمال، هذا كله زائل، أطلب منه الدنيا هي متروكة. قال فجئته في اليوم الثاني فقال لي يا ربيعة سلني، قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة.
قال يا ربيعة أو غير ذلك. أي هذه مسألة كبيرة. من علمك هذا يا ربيعة؟ قلت ما أحد علمني يا رسول الله، ولكن هكذا ألهمني الله، ما أصلح ولا أستلح، إنما إلهام من الله هكذا، لأن الدنيا زائلة والمال زائل. أنا قلت هذا أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال قلت بل هو ذاك يا رسول الله. أي والله ما لي عندك غير هذا الطلب. قال إني فاعل ذلك، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود، كما في رواية مسند أحمد يا إنسان، والإمام مسلم رواه مختصرا. إذن قال سلني أعطيك. نعم، المسؤول بالذات وبالحقيقة الذي بيد الأمر كله هو الله جل وعلا، ولكنه سبحانه جعل أسبابا ووسائط لقضاء الحاجات وإجابة تحقيق المسؤولات، كل أسباب بيده بأمره جل وعلا بتوفيقه، فالأسباب لا تنكر والوسائط لا تنكر، والله هو المسبب، والله سبحانه وتعالى هو الفعال، والله جل وعلا بيده الأمر كله، لأن الأسباب لا تنكر. ولهذا يا إنسان هذا باب كبير في التوحيد. يعني من الذي يحيي الموتى يا إنسان؟ من المحيي؟ الله هو المحيي، الله هو المحيي. ومع ذلك قال سبحانه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، نسب الإحياء للمخلوق. عجيب يا إنسان، قد يقول كيف هذا؟ كيف ومن أحياها؟ هل إنه إنسان بيحيي؟ قال نعم، ومن أحيا فكأنما أحيا، أي من كان سببا في حياة غيره، قال فكأنما أحيا الناس جميعا. فالمحيي الحقيقي هو الله، ولكن هناك أسباب جعلهم الله سببا في الحياة، ومن أحياها نسب الحياة للسبب. ومن هو الرزاق يا إنسان؟ إن الله هو الرزاق، ومع ذلك قال فارزقوهم منه، فارزقوهم، أمرك أن ترزق الفقير، يقول ما مملك رزقه الله، الله هو الرزاق الحقيقي، لكن أنت السبب في رزق العباد من الله، رزقك الله فكن سببا في رزقهم، ولما ترزقه معناه أن الله رزقه بسببك. الله هو الرزاق، فالرزاق هو الله، والمحيي هو الله، والشافي هو الله، ونصب لك أسباب الشفاء بمخالف كما هو في العسل في شفاء للناس، وهكذا وهكذا. إذن الله هو المسبب، هو الفعال، هو الفعال بيد الأمر كله، لكن نصب أسبابا وجعل وسائط لا تنكر. ففرق بين نسبة إلى هذا ونسبة إلى هذا، فرق بين الله هو المحيي أي محيي على الحقيقة، وبين من أحياها أي كان سبب في حياتها. فرق بين النسبتين يا إنسان، لا تنكر هذه ولا تنكر هذه، تفهم حقيقة التوحيد، وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد قدرك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الفاتحة إلى حضرة سيدنا الشيخ محمد نجيب سراج الدين رضي الله تعالى عنه ولأحبابه ولجميع علماء المسلمين. الفاتحة بنيت الله يمد سيدنا الشيخ بالعافية ويأيد براح القدس وأن يمده بالمدد المحمد ويديم هذا الهدي في ذريته وأن يجعله من كمل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الخاتم إلى سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا من خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم يا عظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك يا عظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا كسيرا إلا جبرته ولا قطيعا إلا وصلته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا دللته ولا بعيدا عن حضرتك إلا قربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله.